اختار الإجابة الصحيحة علشان تكون سؤال أو تكون جملة صح. يلا بينا. السؤال الأول What their وعلامة استفهام. الإجابة ألكسندر أند فيليب. طيب هنا ألكسندر أند فيليب دول إيه؟ أسماء أشخاص. وعندنا what وزير. what يعني ما أو ماذا، وزير حاجة تبع ناس يعني ملكية ليهم يعني. طيب هنا الإجابة اسمين لشخصين ألكسندر أند فيليب، يبقى نختار What are their names؟ ما هي أسمائهم؟ What are their names؟ ما هي أسمائهم؟ ألكسندر أند فيليب، يبقى أساميهم ألكسندر وفيليب. طيب احنا هنا عندنا الاختيارات أصلا مكتوب are ونيم وإز ونيم وإز ونيمز. طبعا إز ونيم احنا هنا عندنا زير بتدل على الجمع، فما ينفعش نختار أي اختيار في إز. طيب وآر ونيم ما ينفعش ار ونيم. ار ونيم يعني ار جمع ونيم يعني اسم واحد، يبقى ازاي جمع ومفرد مع بعض؟ ما ينفعش. طيب عندنا ار ونيمز، فهي اخترنا ار ونيمز علشان هي الصح، وهي الاتنين جمع. ار يعني تكون ونيمز يعني اسماء، يبقى what are their names يعني ما تكون اسمائهم او ما هي اسمائهم. What are their names؟ ما هي أسمائهم؟ ألكسندر and فيليب. طيب السؤال التاني I 22 years old but Andrew 20. طيب هنا بيقول إن هو عنده 22 سنة، لكن لكن أندرو عنده 20. طيب يبقى احنا هنا بنستخدم لما نيجي نقول أنا عندي مثلا 10 سنين I am 10 years old، يبقى نستخدم إيه؟ مع I بتاخد am، I تاخد am مع verb to be، I بتاخد am مع verb to be، يبقى I am 22 years old but Andrew he، يبقى he مع verb to be تاخد is but Andrew is 20، يبقى احنا نختار الإجابة C، يبقى am و is، يبقى I am 22 years old but Andrew is 20. السؤال الثالث Mark 19 but Brian and Dennis 26 and 28. طيب احنا هنا عندنا مارك ده شخص نقول عليه مثلا لو هنحط ضمير مكانه هيبقى he، وهي هتاخد is مع verb to be، مع verb to be he بتاخد is. طب احنا عندنا مارك ده شخص ياخد he. تمام. احنا عندنا هنا في الاختيارات مفيش غير واحدة بس اللي فيها is أولها، اللي هو مارك اللي هو هنا is و are أول واحدة اللي هي A. طيب عندنا مارك هيبقى مارك is 19 but Brian and Dennis، براين ودينيس دول ايه؟ جمع. براين ودينيس جمع فياخدوا are، يبقى براين ودينيس في الجمع اللي هو نخليهم مثلا مع الضمائر يبقى زي، يبقى زي تاخد ايه؟ are، يبقى الجمع ياخد are في الفيرب to be فعل يكون، verb to be اللي هو فعل يكون. طيب احنا عندنا am مع I تاخد am مع verb to be I تاخد am، وهي وشي و it بياخدوا is، يعني he is she is it is. طيب we و they و you we are و they are و you are، يبقى we are و they are و you are. يبقى احنا هنا عندنا براين اند دينيس، يبقى دول زي،
يبقى دول هما they. طيب they هياخدوا are عشان دول مع verb to be هياخدوا are. احنا عايزين نقول أعمارهم كذا وكذا. طيب يبقى احنا لما بنيجي نتكلم عن السن نقول ايه؟ نستخدم verb to be. يعني مثلا لو انا هتسأل مثلا عن مثلا عمري قد ايه، how old are you؟ عندك كام سنة؟ هجاوب اقول I am 41 years old. انا عندي 41 سنة. طيب هنا عندنا هنا براين اند دينيس، فبراين اند دينيس دول ايه؟ جمع، فهياخدوا زي. هياخدوا زي يعني ايه هياخدوا زي؟ يعني هيحل محلهم الضمير زي، فيبقوا زي، وزي بيجي معاها verb to be بيجي معاها are، يبقى زي are. يبقى براين اند دينيس يعتبروا زي، بيعتبروا ايه؟ زي. يعني لما يكون كذا شخص هنقول عليهم ايه؟ زي. طيب يبقى Mark is 19 but Brian and Dennis are 26 and 28. نقولها كده بقى مع بعض بشكل ايه؟ سلس كده وبسيط. Mark is 19 but Brian and Dennis are 26 and 28. يبقى مارك عنده 19 سنة، لكن براين ودينيس عندهم 26 و 28. السؤال الرابع What this وعلامة استفهام It's umbrella. طيب هنا عندنا الاختيارات برضو نختار من verb to be. طيب احنا بنسأل نقول ايه؟ What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ نجاوب نقول It's an umbrella، لأن اليو حرف متحرك فقبلها لازم يجي ايه؟ يجي an. نختار an. مع أي كلمة بتبدأ بحرف متحرك بنحط مكان قبلها an. قبلها an بنحط قبلها an. طيب لما نيجي نقول مثلا it's an umbrella إنها شمسية. it's an umbrella يعني إنها تكون إيه؟ شمسية. طبعا مع الحروف المتحركة اللي في أول الكلمة بنحط an قبلها، إنما لو مفيش حرف متحرك هنختار a أو a. مثلا نقول إيه؟ it's a horse مثلا إنها حصان مثلا it's a horse. تمام؟ منفعش نقول it's an horse إنه ان ما ينفعش ايه مع الحروف اللي هي الساكنة. ان بتيجي بس مع الحروف المتحركة في بداية الكلمة. فأمبريلا هنا عندنا كلمة شمسية أمبريلا بتبدأ بحرف متحرك. بتبدأ بحرف ايه؟ متحرك. طيب يبقى نختار ان. يبقى لما نيجي نسأل نقول ايه؟ What is this؟ ما هذا؟ It's an umbrella إنها شمسية. يبقى نختار C is و an. What is this؟ It's an umbrella إنها شمسية. طيب السؤال الخامس Oxford is English University. هنا عندنا English بتبدأ بحرف متحرك حرف ال E. احنا قلنا الحروف المتحركة اللي هما A E I O U هما 5 حروف. الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية هما 5 حروف A E I O U A E I O U. طيب احنا عندنا هنا كلمة English بتبدأ بحرف ال E، فال E هنا من الحروف المتحركة فبيجي قبليها an. يبقى نحط قبل English an. يبقى Oxford is an English University. نقولها تاني Oxford دي جامعة، تمام، جامعة إنجليزية. Oxford is an English University. Oxford هي جامعة إنجليزية.
السؤال السادس question number 6 تويوتا's Japanese تويوتا's Japanese. هنا طبعا التويوتا's دول ايه؟ ماركة عربيات التويوتا يعني، فهنا تويوتا's دي جمع، فهو قصده يقول ايه؟ عربيات التويوتا بتكون مصنوعة ايه؟ من اليابان، يابانية يعني، الماركة بتاعتها ايه؟ يابانية. أول ما تشوف عربية تويوتا يقولك دي صناعتها ياباني. طيب يبقى هنا تويوتا's جمع، يبقى نختار ار، يبقى تويوتا's ار Japanese cars، لأن تويوتا دي جمع، تويوتا's جمع، تويوتا's جمع، يبقى تويوتا's are Japanese cars. يبقى عربيات التويوتا هي تكون ايه؟ يابانية. السؤال السابع what is she is a bank manager. what is ما تكون. طيب هنا ده السؤال، الإجابة she is a bank manager يعني هي تكون مديرة بنك، مديرة بنك. طيب يبقى what is her job. what is her job. يبقى she is a bank manager. she is a bank manager. يبقى what is her job. what is her job. يبقى الإجابة عندنا هنا دي what is her job يعني ما هي وظيفتها. فالإجابة عندنا she is a bank manager هي تكون إيه؟ مديرة بنك. she is a bank manager هي تكون مديرة بنك. السؤال الثامن question number 8 عندنا هنا أرقام find the correct alternative يعني شوف التطابق الصحيح للأرقام دي أو أوجد التطابق الصحيح للأرقام دي. طيب إيه هو المناسب معاها؟ الأرقام ديت بتتقال إزاي بالإنجليزي؟ بنقول 0 to 11 18 20. طيب فين الإجابة الصحيحة عندنا؟ 0 to 11 18 20. يبقى احنا عندنا الإجابة الصحيحة اللي هي C. الإجابة الصحيحة C 0 to 11 18 20. السؤال التاسع How old is your aunt؟ عمتك عندها كم سنة؟ How old is your aunt يعني عمتك عندها كم سنة؟ يبقى نقول ايه؟ She is 29. She is 29 هي عمرها 29 لأن aunt بيحل محلها الضمير she. طبعا aunt دي ايه؟ she هي. طيب هي بالانجلش يعني ايه؟ she. يبقى aunt تاخد ايه؟ she. طيب او بيحل محلها في الضمائر she. يبقى how old is your aunt؟ يبقى she is 29 هي عندها 29 سنة. السؤال العاشر where she from؟ she from Japan. طيب هنا السؤال بما معناه ان هو عايز يقول هي منين، فهو بيقول هي من اليابان. where she from؟ she from Japan. يبقى احنا عايزين بقى طبعا نختار الأفعال الصح اللي المفروض إن هي بتكمل لنا المعنى عشان يكون المعنى صح. طيب يبقى احنا عندنا هنا هنقول where is she from؟ هي من أين تكون؟ where is she from؟ هي منين أو من أين تكون؟ يبقى she is from Japan هي تكون من اليابان. يبقى احنا نختار is و is. يبقى where is she from؟ she is from Japan. where is she from؟ she is from Japan. يبقى من أين هي تكون؟ هي تكون من اليابان. where is she from؟ she is from Japan. من أين تكون؟ هي تكون من اليابان.
السؤال 11 This my friend ده صديقي names ريتشارد واسمه ريتشارد. طيب يبقى ده صاحبي واسمه ايه؟ ريتشارد. طب احنا عايزين نحط افعال واجابة صحيحة علشان نكمل المعنى. نختار الاجابة الصحيحة. ايه هي؟ This is my friend his name's ريتشارد. طيب يبقى احنا عندنا اخترنا C علشان C هي الإجابة الصح. This is هذا يكون صديقي. This is my friend يعني هذا يكون صديقي. His name's ريتشارد. وهنا names ديت اللي فيها apostrophe S يعني اسمه ريتشارد اسمه. فهنا اختصار ل is بدل ما نقول his name is ريتشارد فاحنا قلناها مختصرة عملنا apostrophe S. اختصار is apostrophe S بس هي بتدي لنفس المعنى برضو بس الكلام ايه بشكل مختصر. يبقى his name's ريتشارد. his name's ريتشارد. يبقى لما نيجي نتكلم كلام مختصر ممكن نعمل ايه؟ apostrophe S بدل ما نقول name is يبقى نقول ايه؟ names هتتفهم برضو. يبقى this is my friend his name's ريتشارد. بس انا بفضل لما اجي اتكلم اقول is ما احبش الاختصار يعني this is my friend his name is ريتشارد يعني انا بحب اقولها كده. طيب بس طبعا هو في الكتابة وكده بتبقى واضحة يعني انما في النطق مش هتبقى واضحة يعني لما اقول names مش هتبقى واضحة بس غير اللي هو فاهمها في الجرامر يعني. طبعا عشان ابقى اكون سهل وواضح برضو اكتر اقول is يعني استخدم is اكتر في الكلام لان احنا طبعا ايه يعني مثلا لو بنتعامل مع اي حد مثلا فلازم نبقى نكون واضحين علشان نقدر نفهم اللي قدامنا احنا عايزين نقول ايه بالظبط فعشان ما يحسش ان احنا مثلا بنقول ايه names جمع فلا احنا نقول ايه his name is ريتشارد هو اسمه ريتشارد او مثلا his name is احمد اسمه احمد. تمام. طيب بكده بينتهي معانا الدرس. دول كانوا 11 سؤال أتمنى تكونوا فهمتوهم وإن شاء الله معانا أسئلة كتيرة جدا في الفيديوهات اللي جاية هنكمل مع بعض وبإذن الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعليق جميل منكم على الفيديو بعد ما تشوفوه. شكرا جزيلا. Thank you so much.